هل حقا يمكن فهم المرأة؟ اسمعني للنهاية لأن الجواب قد يفاجئك. سؤالي لكل رجل: هل مررت بتجربة شعرت فيها أنك فهمت المرأة ثم تغير كل شيء؟ لله در قريب أخ غال على قلبي كان سببا في قولي بهذا المقال. فهل ممكن فهم المرأة؟ قيل: الغبي كل من يحاول أن يفهم المرأة، ولكن الأغبى كل من اعتقد أنه فهمها. لماذا هذا كله؟ لأن المرأة ليس معادلة رياضية ولا نصا يمكنك حفظه. المرأة كالموسيقى لا تفهم بالعقل ولكن تحس بالقلب. يا صاحبي، هي فصول 4 في نفس اللحظة. هي الحنان في قمة الغضب، هي الحنان والقوة في قلب الضعف، هي اللغز الجميل الذي كلما ظننت أنك وصلت إلى حله فاجأتك بجزء لم تره من قبل. فلا تحاول أن تفهم المرأة لتسيطر، بل حاول أن تقدرها لتحتويها. افهم أنها لا تصنف، لا تحاصر، لا تختزل في كلمة. هي الأم والأخت والحبيبة والصديقة والزوجة، هي الوطن حين تفتقد الأمان. فبدل أن تسأل كيف أفهم المرأة، اسأل نفسك: هل أراها حقا؟ هل أسمع ما لا تقول؟ هل أقدر ما تصنعه في الظل؟ المرأة لا تحتاج أن تفهم، بل أن تحترم وأن تحتضن وأن تؤمن بها حتى وإن لم تفهمها يوما، لأن في غموضها جمال وفي تعقيدها حياة. لكن لحظة، لا تولد المرأة من فراغ. الرجل في حياتها ليس مجرد مكمل، بل شريك في تشكيلها. هو من يشعل فيها النور أو يطفئه، هو من يحتضن مزاجها لا ليصححه بل ليفهم ما خلفها. رحمك الله يا أمي، قالت لي يوما: الرجل هو الذي يصنع المرأة التي تصنعه رجلا. فلا تحاول أن تفهمها لتسيطر، ولا تظن أنك فهمتها فتنتهي هنا الحكاية. لا، بل استمتع بغموضها وشاركها الرحلة. قدرها تسمو، امنحها أمانا تعطيك عالما. فكن ذكيا ولا تحاول أن تفسر المرأة كأنها كتاب. يا صاحبي، استمتع معها وكأنها قصيدة، واسمح لقلبك أن يفهم ما تعجز عنه الكلمات. إن أعجبكم مقالي شاركوني قصصكم في التعليقات. دمتم يحبّ.